المحشي وجماله، وخاصة محشي الكرنب، يا سلام بقى في الشتاء، بيدفي. أكلة جميلة جدا، ما بيختلفش عليه اتنين، كلنا بنحب المحشي. نشوف بقى ازاي هعمله لكم. محشي صيامي، وازاي اعمل شوية شوربة كده حلوين يطلعوا المحشي احلى محشي. زي ما احنا شايفين، حلو جدا، وحاجة بتدفي، واكلة شهية، ومفيش حد ما بيحبوش. نشوف بقى مع بعض ازاي هعمله. بس قبل ما نشوف، طبعا احنا عارفين ان قناتنا كلها للاكلات الصيامي. لو عجبتك فكرة القناة وعجبك الفيديوهات اللي موجودة، أتمنى تشتركي في القناة وتضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس واختاري الكل عشان يوصلك كل جديد. ولايك للفيديو بقى قبل ما نبتدي. أنا عندي هنا كرومباية، بس أنا غلطت غلطة. أنا طمعت شوية، جبتها كرومباية كبيرة قوي. هقولك إيه عيوب الكرومباية لما تبقى كبيرة قوي كده. أول حاجة إن أنا مش بلاقي حلة تاخد الورق بتاعها، عايزة حلة كبيرة جدا. آه، تاني حاجة طبعا هي شيلها صعب، بيفيد منها كتير، مش هتعمليها كلها. فالافضل ان انت تجيبيها وسط، وتكون الكرنباية مهوية، ما تكونش مكبوسة قوي. ببتدي ان انا ايه افكك الورق من بعضيه زي ما احنا شايفين. وفي الوقت ده انا حاطه ايه المية على النار بتسخن. ابتدي افككه ورقة ورقة. المية كده على النار، احط فيها ملح، هحط فيها حبة سكر. السكر بيخليها ما تتهريش، وبيخليه طعمه مسكر وجميل. وبحط فيه حبة كمون. انا من الناس اللي مش بحب كمون في المحشي، فبكتفي بشوية الكمون اللي انا بحطهم في المية بس. بعد كده المية سخنت كويس قوي، مش بتغلي، هي بتسخن. وابتدي انزل بالورقة زي ما احنا شايفين. انا بضطر ان انا ايه الورقة بحاول ادخلها، فممكن تتقطع مني. عشان كده بقولك نجيب ايه الكرنباية تكون وسط. ببتدي اخد مية سخنة كده واحط عليها عشان تدبل، وتبتدي تنزل في الايه في الحلة بتاعتي. اما تنزل ودبلت بقى خلاص مش هتتقطع، ابتدي ادوس عليها ايه وادخلها جوه المية. هجيب ورقة تانية بعد ما دي دخلت، بنزل بالجزء التخين في الاول، وابتدي ايه ادخل الورقة بتاعتي واحط عليها المية. اعرف ازاي ان هي الورقة كفاية كده واستوت. بحط ضفري فيها. وقت ما الاقي ضفري خلاص بيغرز فيها كده واستوت، ابتدي ايه اخرجها. لو لقيتها يعني هي لسه مش مستوية قوي، سيبيها حطيها كده في مصفى تصفي ميتها وخلاص. طب حسيتي ان هي استوت قوي، اسقطيها في مية باردة، وقفي السوا. بعد كده بسيبها لما تتصفى كويس وتبرد. وبعد كده باخد ايه الورقة بتاعتي، بشيل الجزء التخين اللي في النص، وبتنيها زي ما احنا شايفين، وابتدي الفها كأني بلف محشي. الف الورقة بتاعتي وابتدي اقطعها بمقاس الصباع او بطول الصباع اللي انا عايزاه. عايزة صباع المحشي كبير او صغير، على حسب المقاس اللي انت عايزاه. وبتبقى بالمنظر دوت. هعمل بقى كل الورق بتاعي بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين، انا جريت الفيديو شوية عشان ما طولوش عليكم. وابتدي ايه لو في اي حاجة مش مظبوطة اظبطها، وابتدي اقطع زي ما احنا شايفين كده تمام. هعمل بقى كل الورق بتاعي بنفس الطريقة. يلا بقى لايك للفيديو قبل ما نشوف الخطوة الجاية ازاي اعمل بقى ايه الشوربة. هنشوف ازاي اعمل شوية شوربة حلوين قوي يطلعوا لي المحشي بتاعي احلى محشي. زي ما احنا شايفين، ده الجزء اللي انا عملته، الباقي كله عملته بنفس الطريقة. انا هنا بعمل الشوربة شوية مية على النار، بنزل فيهم ببصلاية، بنزل فيهم بطماطماية. بحط بقى ملح، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، وواحدة مرقة خضروات. مش عايزة تحطيها ما تحطيهاش، براحتك. واسيبها بقى تغلي حوالي ربع ساعة. واسيبها على اساس يعني تنزل الخلاصة كلها. عشان كده انا عملتها قبل ما اعمل الخلطة، عشان اسيبها تنزل خلاصة الحاجات دي في المية او في الشوربة. بعد كده بجيب زيت على النار، او لو انت مثلا في الفطار بتعمليها بسمنة زي ما انت عايزة. انا بعملها بزيت. وحطيت فيه ايه كمية من البصل. البصلة دبلت، هنزل عليها بمرقة خضروات. وبرضو اقدر استغنى عنها لو انتي مش بتفضليها يعني. هي يا دوب بس بدبل البصل، مش بديله لون قوي. وبعد كده هنزل عليه بعصير الطماطم كده تمام. هحط كمان طماطم، حسيت ان هي قليلة فايه هحط كمان حبة. واسيبها تتسبك.
تتسبك على نار متوسطة، ما تخليهاش على نار عالية، تاخد وتدي كده مع بعضيها على نار وسط. بحط لها بقى البهارات بتاعتي، عبارة عن ملح، السبع بهارات. قلنا انا مش بحب الكمون في المرحلة دي، عايزة تحطي كمون حطي. وحطيت بصلة سوري جزرة متوسطة، بشرتها وحطيتها. عشان كده انا ما حطيتش سكر لان الجزر بيبقى مسكر. وهديت النار لغاية ما اتسبكت زي ما احنا شايفين، نشفت تماما واتسبكت. هنزل عليها بايه؟ بالرز المغسول. بديله تشويح حوالي دقيقتين كده مع الخلطة. ناس كتير سألت طب هل الخلطة دي ممكن أبيتها واستخدمها مثلا تاني يوم لو انا موظفة او انا بشتغل؟ ممكن قوي طبعا. بس يعني قلبيها اكتر شوية، 5 دقايق كده ولا حاجة. عشان ايه؟ ما يبقاش فيها مية تبوظ لك، بتخلي كده بتاع الرز يدوب. يعني قلبيها اكتر. لو انت هتبيتيها بيتيها عادي، ولفيه وبيتيه على في التلاجة، على رف التلاجة. ممكن يقعد يوم واتنين على الرف عادي. معلش بقى فتكم بالكلام. بعد كده حطيت ايه؟ حطيت الخضرة بتاعتي، شبت وكزبرة، وحطيت حبة فلفل حامي وطفيت. بعد كده ببتدي بلف مع اتجاه النسيج بتاع الورقة. زي ما احنا شايفين الورقة ليها نسيج، ما لفش عكس الاتجاه. لو عكس الاتجاه الورقة تتقطع مني. بعد كده اللي حطيته في الحلة، بحط عليه معلقتين من الزيت كده يخليه منطور كده، الرز بتاعه ما يعجنش وفي نفس الوقت يديله لمعة. وصفيت عليه الشوربة، نار عالية لغاية ما يغلي، وبعدين بوطي النار وألف هنا.